الترانزاكشن اللي بعد كده بيقول لك ان انا جالي فلوس من عميل اداني فلوس وقال لي اعمل لي خدمه لمده 3 شهور قدام. يبقى انا خدت منه الفلوس مقابل ايه؟ مقابل خدمه انا هعملها له خلال ال3 شهور اللي جايين. فمعنى كده انا جالي كاش يبقى الاسيتس عندي ايه اللي حصل لها؟ زادت. الاسيتس اللي جرى لها زاد حساب اسمه ايه؟ حساب اسمه الكاش. فالكاش لما زاد جه ديبت. طب ايه اللي جه كريدت؟ ايه اللي زاد عندي كمان؟ انا قلت لك انا خدت فلوس، هل خدمه انا قدمتها خلاص؟ لو قدمتها خلاص يبقى ريفينيو. بس لا، ده قال لك انا لسه هقدمها، فمعنى كده ان انا عليا التزام في المستقبل. عليا التزام في المستقبل، فمعنى كده ان انا عليا ايه؟ التزام. طب الالتزام اسمه ايه؟ اسمه unearned revenue. ريفينيو بس غير مكتسب، لسه ما كسبتوش. unearned، لسه ما كسبتش الريفينيو ده. فطالما حاجه انا لسه ما قدمتهاش يبقى التزام عليا، لسه هقدمه. يبقى انا خدت فلوس 1200، يبقى الكاش زاد ب 1200 وعليا التزام بنسميه ايه الالتزام ده؟ الحساب بنسميه كده unearned revenue او حساب ايراد غير مكتسب. ليه غير مكتسب؟ لان لسه ما عملتش الالتزام اللي عليا. فان ريفينيو هنا مضلله، فانت ممكن تقول ده ريفينيو اهو يبقى حساب ريفينيو. لا، مش حساب ريفينيو. امال حساب ايه؟ حساب لايبيلتي، حساب التزام، لانه ان ايرند، لسه ما كسبتوش. واحنا عارفين ان الالتزام لما بيزيد بيجي ايه؟ بيجي كريدت. فمعنى كده ان عندي ان ايرند ريفينيو زاد فجي كريدت، هيبقى هنا ب 1200 كمان. يبقى القيد هيبقى ايه بكل بساطه؟ انا عندي كاش زاد، فالكاش لما بيزيد هو اسيتس، فلما بيزيد بيجي ديبت. يبقى الديبت كاش، ديبت كاش كريدت unearned revenue. unearned revenue. يبقى معنى كده القيد بكل سهوله الديبت الكاش بكام؟ ب 1200 والاnearned revenue ب 1200. تاني، ده التزام والالتزام ده زاد، بقى عليا التزام. فطالما بقى عليا التزام فالالتزامات ايه اللي حصل لها؟ زادت. فطالما زادت فبتيجي ايه؟ كريدت اهو. والكاش زاد فبيجي ايه؟ ديبت اهو. فمعنى كده ان انا عملت القيد اليوميه، هرحل لحساب الاستاذ. الكاش اللي جراله زاد فهيجي في الديبت هنا اهو. هو اصلا ديبت هنا، خلاص انت بترحل هنا اوتوماتيك ديبت. انت شفته ديبت يبقى بتحط هنا ديبت على طول. يبقى هنا 1200. وعندنا حساب اسمه unearned revenue هيتفتح جديد. unearned revenue ديبت وكريدت هيبقى بكام؟ ب 1200 كريدت. ليه؟ لانه هنا كريدت بحطه هنا في الكريدت على طول. يبقى انا كده عملت التحليل بتاع الاكاونتنج ايكويشن، عملت قيد اليوميه، وعملت البوستنج من الجورنال للليدجر. عملت من الجورنال هنا الكاش عملته للليدجر، والانيرند ريفينيو عملته كمان للليدجر. يبقى بكل بساطه انا كده عرفت اعمل قيد اليوميه، وفهمت ان انا لما يجي لي كاش ولسه ما عملتش الحاجه اللي المفروض مقابل الكاش ده انا خدتها، فبسجلها التزام عليا ان انا هعملها للراجل او هعملها للكلاينت او هعملها للعميل. لحد ما اعملها احولها بقى ايراد لما اعملها. طالما لسه ما عملتهاش يبقى التزام عليا لسه، يبقى لسه التزام عليا. هنعرف الكلام ده في الشابتر اللي جاي لما اعملها بقى ايه اللي يحصل. فهنا انا عايزك كل اللي عايزك تفهمه ان الكاش زاد وعليا التزام عليا زاد. فطالما زاد بيجي ده كريدت وده بيجي ديبت. اشوفكم الفيديو اللي جاي.